يستغفر لهن الله. يبقى إذن الذنب إما أن تستغفر أنت وإما أن يستغفر لك رسول الله. ولذلك هناك قال إيه القرآن؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا المسألة التوابية والرحمانية تأتي على المذنب امتى؟ بشروط، إنهم يجوا لك ويستغفروا الله عن الذنب وبعد ذلك تستغفر لهم أنت، يبقى باب الإيه؟ الهبة من الله يتأتى. ما كانش كده ما تنفعش الله. إذا وأنت باب الله أي امرئ يأتيه من غيرك لا يدخله، لازم يكون من بابه. فقلنا حظ المؤمنين برسول الله وبالإسلام واحد، ما فيش واحد ياخد حاجة واللي ما يتخلف عن رسول الله ما ياخدهاش، يبقى حظهم من المنهج ايه؟ واحد. فإذا كان ذلك حظ المذنب ورسول الله بينهم، يقوم يروح له لأنه ظلم نفسه ويقول له يا رسول الله كذا كذا كذا، فيستغفر عنده، يستغفر الله عنده والرسول. وما ذنب من وجد بذنب ورسول الله قد انتقل. يبقى فيه مزية للي كان هناك دون هذه المزية. يبقى لازم تديله حاجة، تقول له برضه تروح تستحضره، برضه ظلمت نفسك تستحضر سيدنا رسول الله، لأنك أنت بتسلم عليه ولا ما بتسلمش. معنى سلامك عليه أنه في حياة يرد السلام. طب ما دام كده برضه تقول له كده يا رسول الله أذنبت ذنبا فأستغفر الله عندك فاستغفر لي يا رسول الله. ولذلك الحديث بتاعه تعرضوا علي ايه ذنوبكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن استغفرت ايه استغفرت لكم. يبقى لازم ما تخليش حد يتميز عن اللي عايشين مع رسول الله، لأن تكليفه ورسالته للناس ايه؟ للناس جميعا. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قالوا غفور وغافر، في غفور غافر الذنب وقابل التوب، غافر وغفور. طب غافر دي إن كان ذنب واحد، قال لك برضه أذنبت ذنب يعني وبعدين يعني جه ذنب تاني ما تقولش مرة واحدة. هو غفور برضه مبالغ في الإيه؟ في الغفران. وجعل بين كل صلاة وصلاة مغفرة، وجعل بين كل جمعة وجمعة مغفرة، وجعل بين كل رمضان ورمضان مغفرة. وفوق كده جعل لك زمنا، الزمن الذي فيه النبوة تأتي اللي هو زمن 40. انت لحد 15 على لحد ما تبقى مكلف بتاخد التكليف، قبل كده ما تكلفش. فإن كلفت بشيء قبل هذا البلوغ التكليفي يبقى مش انت اللي بتكلف، انما وليك هو الذي يكلف، ووليك هو الذي يعاقب. ما دام كلف هو يعاقب، انما لسه ما وصلش. زي مروا اولادكم بالصلاه لايه؟ ل7 واضربوهم عليها ل10. يبقى من الذي كلف ومن الذي عاقب؟ الاب، لان الواد لسه. طب ليه؟ قال لك اجعلها تدريبا له حتى إذا ما جاء البلوغ بينه وبين ربه يكون قد أخذ التجربة بينه وبين أبيه. لما رسول الله جلس كده إيه؟ قال متى ألقى أحبابي؟ قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، شايفيني بتحبوني ومش عارف شكلي كويس، يبقى أدبي كويس، لغتي كويسة، بتحبوني. إنما الناس اللي ما شافونيش أحبابي قوم لم يروني بعد، يود الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. إذا كان الناس بتنفق النفقات ما يبقاش عليه حج ويقعد يدبقها من هنا مش مستطيع عشان يروح بس يزور قبره،
واللي تسيبوا الذين ارتاضوا على العباده كل يوم يجوا يسالوك لما نحب نشوف النبي نعمل ايه؟ بس عايزين نشوفه ولو في الايه؟ ولو في الرؤيا. احبابي قوم لم يروني بعد، عمل الواحد منهم ب50. قالوا منا ام منهم؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. الله، شوف يعني عمل دي لمين؟ للي لسه موجودين. ويقول مرة أخرى لصحابته: أنتم في زمان من ترك عشر ما طلب منه هلك، ويأتي زمان من فعل عشر ما طلب منه نجا. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى من صفاته الغفرانية والرحمة. قال لك إن ما كانش كده هتعطل الصفة، يبقى لازم يحصل كده غفلتنا عشان ايه؟ تعمل للصفة فيه مجال فلا تعطل صفة من صفات الكمال لله.